السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم سيرو من قناة سيرو كيرو. لو أول مرة تتابعوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهاردة هنعمل كونكريت بطريقة الترخيم. آه طريقة الترخيم دي اللي هي بيبقى لون ممزوج مع الجبس. فبيطلع الشكل لون عشوائي زي الرخام. هنحتاج للخليط كوباية مية، وكوباية ونص من الجبس. بيكون من ضمنهم معلقة أو معلقتين اسمنت عشان الخلطة أو القالب يعني يكون صلب وما يكسرش معانا من واحنا بنخرجه من القالب، بيديله صلابة أكتر يعني. تمام. هنبتدي بعد ما نحط المية نرشرش الجبس والاسمنت بالتدريج. تمام. ما ينفعش نحط الجبس وعليه المية الاول، لا العكس، المية وبعد كده بنحط عليه الجبس، وما نحطش الكمية كلها مرة واحدة، بنحطها بالتدريج. آه، زي كأننا بنرش كده على المية وهي بتبتدي يعني تغطس اللي تحت. تمام. بعد ما بنخلص الكمية كلها بنجيب بقى اي حاجة بنقلبها بيها، معلقة بلاستيك او اي حاجة عندنا. تمام. بنقلب الخليط كويس جدا. كل ما بنقلب اكتر كل ما الخليط بيتقل معانا اكتر. تمام. اهم حاجة خطوة التقليب ديت. وبعد ما بنقلبه بنختار القالب اللي هنحط فيه، وبنختار اللون اللي احنا عايزينه. تمام. بنحط من اللي هي المركزات الالوان ديت، بنحط بالكتير نقطة او نقطتين، ما بنكترش لان هي بتعمل يعني كمية قليلة بتعمل لون كتير. وبعدين بنقلبها كده تقليبة خفيفة خالص، اللي هو يا دوبك نمزج اللون مع الجبس، مش بنخليه يتداخل خالص، لا بيبقى حاجة بسيطة خالص، بحيث ان اللون الاحمر ده بيخش مع اللون الابيض بيدينا مجرد تمويجة بس كده. تمام. آه بنصب الكمية، مش برضو مش كلها، بنصب جزء وبنبتدي نخبط كده، واي بابلز بتطلع لنا على الوش بنرشها بالكحول، وبعد كده بنحط باقي الكمية. تمام. برضو بالتدريج. ونبتدي برضو نهز القالب كده ونخبط فيه عشان كل الفقاعات والبابلز تطلع على الوش، بحيث ان القطعة معانا تطلع نضيفة وما فيهاش اي عيوب ولا اي مشاكل. لان الفقاقيع ديت لما بتتكون لو ما خرجناهاش بتعمل زي فتحات او اخرام صغيرة كده في القطع، بيبقى شكلها مش حلو. تمام. بعد ما بنخلص القصة ديت بنسيب الخلطة في القالب لمدة ساعة، من نص ساعة لساعة، ما بنطلعهاش قبل كده. تمام. عشان نتأكد ان هي ايه نشفت كويس وما تتكسرش معانا واحنا بنطلعها. وكمان بعد ما بنطلعها بقى بنسيبها حوالي، في الشتا ده بنسيبها حوالي اسبوع. خلاص. بنبتدي بقى ننضف حوالين القالب كده الجبس اللي اتدلق مننا الزيادة. وبعد كده انا هكمل بقى بقية القوالب اللي عندي وهوريكم النتيجة النهائية في الاخر بعد ما اطلع الكونكريت من القوالب. حبيت اوريكم اللون كده معايا. طبعا انا ما كترتش في الاحمر عشان كنت عايزاه يطلع بامبا مش احمر. تمام. انتوا لو حابين بقى درجة اللون بتزودوا على حسب درجة اللون اللي انتوا عايزينها. آه، تعالوا بقى نشوف النتيجة بعد ما بطلع بعد ما طلعت القوالب كلها ونشفت معايا. دي كانت النتيجة النهائية في القوالب كلها اللي انا عملتها. الطقم ما شاء الله يعني اللهم بارك، شكله جميل جدا.
الالوان طالعة متدرجة في القطعة بطريقة عشوائية وجميلة جدا. يا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك وشير لاصحابكم عشان الكل يستفاد. انا طبعا بعمل القطعة دي، لو حابب ياخد اوردر يطلب مني في الكومنتات للبيع.